ايه سر يعني عدم وجود زيزو بالمستوى الفني اللي احنا شفناه هو وامام عاشور يا كابتن في الفتره اللي فاتت؟ شايف ايه السر؟ عشان بيفكروا خارج المستطيل الاخضر مش في المستطيل الاخضر. بيفكر في ايه الشو. انا اللي اجيب الجول، انا اللي احرز الهدف عشان اخد العرض اللي جاي لامام عاشور. انا لو من نادي الزمالك همشيه. شايف تبقى انطلاقه ليه في اوروبا؟ لا. امال هتبقى انطلاقه فين؟ في حاله واحده، لو التزم. يعني لو راح وزي ما انت بتقول كده يبقى زي محمد صلاح يلتزم. تبقى النادي اللي انا رايحه ده محطه ليا عشان انطلق بيه على اكبر الدوريات في اوروبا. تفتكر لو ما نجحش ورجع على مصر يروح على فين؟ عايز توديه الاهلي؟ انا مش عايز، انت قلت لي عايز توديه الاهلي، انا بسالك. انا اكيد انت بص اكيد نادي الزمالك هيعمل عقد ان هو لما يرجع يرجع على نادي الزمالك، ولا هم يعني مش فاهمين حاجه زي كده؟ يعني هم يطلعوه يسيبوه بعد كده يجي على النادي الاهلي؟ اكيد هيكتبوا في العقود ان ده يرجع على النادي الاهلي او على نادي الزمالك. طبيعي، مش ده اللي بيحصل سواء لعيب من هنا او لعيب من هنا لما بيخرج. انا بقول يعني لو الراجل ما نجحش مثلا. ما انا بقول لك هو طالما ان انت هتخرج يبقى ما تفكرش تيجي الا وانت بتبطل. وانت خلاص بقى بعد ما تكون كسرت الدنيا بره واخد بالك، وتيجي بقى عشان ايه اخر سنه ولا سنتين تبقى كابتن النادي والكلام دوت وتنهي حياتك هنا عشان الناس تبقى فاكراك عشان تاخد منصب بعد كده. انما غير كده لو راح ورجع على اي نادي في مصر يبقى خالته عندكم لا ما عندكم. بس امكانيات امام عاشور اوروبيه، امكانياته الوحيد اللي هو في الجيل ده بالذات في نادي الزمالك، ماليش دعوه باي نادي تاني، بس يبقى عنده الطموح والالتزام والعزيمه يكسر الدنيا. لان بص بره الكوره القوه، هو عنده القوه بره القوه، الكوره السرعه واللياقه البدنيه هي عنده. هو بيتميز ان رجليه قويه كمان، فدي هتفرق كتير قوي. وخلي بالك ان هو اللي بيعمله هنا ده بيهجص هنا، انما هناك مش هيهجص. ليه؟ لان هيتمرنوه صح على التسديد من جميع الزوايا، الكره وهي ثابته وهي متحركه وهي عاليه وهي واطيه، فهيبقى عنده الحساسيه، فدي هتفرق كتير قوي معاه. انما كل المدربين اللي هنا اقسم بجلاله الله على باب الله، يعني واحد زي ده مفروض ان اي كوره تبقى بره ال 18 وانت مغمض، حتى لو انت يعني رايح انفراد وتقوم جاي بس من الجنب يعني، وتعمل نفسك ان انت تعملها زي الجون اللي هو جابه في طلائع الجيش وتعملها له لبره وهو جاي، استفيد منه. انما ما بيستفيدوش منه في الحاجات دي.